كان يحكم فينا 23 سنة. حكمنا 23 سنة خاطر كنا متفرقين، أحزاب وجهات وعروش وعائلات وأشخاص. نهار اللي توحدنا كشعب في 23 يوم طيحناه. قالوا لنا احنا في العالم العربي والغربي بن علي ما يتيحش، احنا اثبتنا لهم اللي بن علي يتيح. وقتاش؟ وقت اللي احنا نفكروا كتوانسه برك. لا فرق لا في المجاز الباب ولا في سوسه ولا في قفصه ولا في قصرين. الناس اللي ضد الثوره يحبوا يرجعونا للتقسيم القديم. احنا جماعه مجاز الباب وانتم جماعه نفزه وانتم جماعه باجه، وداخل مجاز الباب العرش الفلاني وجماعه هذايا. ردوا بالكم منه، سامحني، ردوا بالكم منه. راهو الناس يحبوا يقسموا الشعب التونسي من جديد، يقسموه باش يضعفوه، ومن بعد ما يضعفوه يحاولوا يرجعوا. احنا نحبوا نبقاو ديما خيان، ولذا ولادنا يخدموا وين ثم الخدمه. كلها تونس، كلها باجه، كلها مجاز الباب، كلها الهري. اذا نفكروا هكا تو نخدموا ونخدموا ونبداو خيانه مع بعضنا. ردوا بالكم من المنطق هذايا، وراو هاكم تشوفوا، هاكم تتبعوا في التلفزه وكذا. يا جماعه مش مقصرين، قاعدين يطلعوا لكم في برشا حاجات ويكشفوا لكم في برشا مخططات نتاع الناس اللي يحبوا يقسموا الشعب التونسي ويفشلوا الثوره. احنا في باجه يا رسول الله يوصل يولي رئيس شعبه نتاع تجمع منحل، يولي يقطع في الطريق ويولي قال شنو يدافع عن الماء والضوء. شكون قطع الماء والضوء على الناس هذوك؟ ما هو التجمع، ما عطيتلهمش الماء والضوء 30 سنه وجايين تو تقصوا في الطريق نحبوا الماء والضوء. وقت اللي الناس عملوا لهم جمعيه فلاحيه باش تعطيهم الماء والضوء، الناس هذوما ما خلوش الجمعيه تتكون. ولذا ردوا بالكم من الناس اللي قاعدين كلمه حق ولد بها باطل، يقدموا في رواحهم انهم تو يدافعوا على الماء والضوء على الزواري. هما اللي منعوا الماء والضوء 50 سنه، ومش هما اللي باش يرجعوا الماء والضوء تو، باش يرجعوا الحكومه اللي انتخبها الشعب. اما ردوا بالكم، ما نخليوش شكون يقسمنا من جديد، ما نخليوش شكون يتاجر بالفقر نتاعنا والبطاله نتاع اولادنا. نكونوا فاهمين الشيء هذايا تو نحلوا مشاكلنا. عندنا سيدي مصانع باش تحل، اخدموا وقولوا لاولادنا يخدموا. يخدم اليوم في المصنع هذايا ربما يخدم في المصنع الاخر، اليوم في المصنع غدوه في الاداره. واحنا ماشيين نقضيو على البطاله وعلى الانحراف، واللي عندنا نقسموه وبشوي بشوي نقدموا. اما اذا بشوي العباد انا نخدم هنا وما نخدمش هنا وما نخدم الا ما تزيدني، واقل شيء وقف لي خدمه وقفني مصنع، ثم بلايص تو المستثمرين ما عادش يحبوا يمشيوا لهم من كثر ما سمعوا ناس تقطع في الطرقات وناس ضربه ضربتين وقف كذا. اللي عنده مطلب ولا عنده احتجاج يطالب به، هذا والي يسمع، هذا معتمد اول يسمع، هذا وزير يسمع. ما دام عندك شكون يسمعك وشكون صادق معاك باش يخدمك، ما تحتاج باش تعمل العمل هذه. اذا تعمل العمل هذه اولا عاقبت الشعب التونسي، اللي كان ماشي الخدمه ما يخدمش، اللي مريض ما يتحركش، اللي يقرا باش يتعاطل. انت قاعد تعاقب الشعب التونسي وقاعد تعمل في عمل اللي باش يغضب به الشعب التونسي على الناس هذوك. وليت عندنا بلايص وقت يجي تقول لهم يا ناس عندكم المليار دوات يجاو نعملوا لنا مصنع في البقعه الفلانيه، يقول لك لا، البقعه هذيك راهو فيها ناس يحك راسه عنده مشكله، اول ما يفكر باش يوقف سكه ولا طريق، ما يساعدنيش. هاني جي تبعني خلينا نسمع. ولذا عاش خويا احنا ما نفرقوش بلادنا لا بين الهري ولا بين القنطاوي ولا بين كرطاج ولا بين سيدي بوزيد وقفصل، كلهم توانسه، الكل مخيان. واحنا الحكومه نتاعنا الكل عندنا تركه ثقيله يلزمنا بشوي بشوي نخرجوا منها. مجاز الباب نحلوا المشكله دي. عندكم والي توا ما يفرقش بيناتكم وفي خدمه الناس الكل. وراكم تشوفوا حتى حمله النظافه بدينا بالمدن والمناطق البلديه وخرجنا المصابات وصلنا الارياف وباش نوصلوا للجبولات. كل بقعه فيها تونسي ولا تونسيه عنده الحق في صوت، الصوت نتاعو في الانتخابات كيما صوت اي واحد، كيما صوت اللي يحكموا في البلاد. ما دام التوانسه الكل كيف كيف والكل عندهم صوت واحد، من حقهم باش يتمتعوا بالثروه. احنا عملنا ثوره باش نتقاسموا الثروه، نتقاسموها بالعدل بصفه اخويه. اللي يحب يعيش باندي على الشعب التونسي راهو ثم دوله قويه وثم قانون ومانا خايفين من حتى حد. وهاو الايام الجايه تتبين لكم كما بينت لكم الايام السابقه. بالعقليه هذه نخدموا ولادنا وننظفوا بلادنا. وكالعالم اللي عمل كيف على تونس وعلى ثوره تونس يقول الشعب هذا متحضر وقاعد يتقدم، وراه برشا ناس يحبوا يقفوا مع تونس. برشا ناس قال لك اخويا عندنا فلوس اما قولوا لنا وين نمشيو نخدموا. نحبوا نخدموكم، نحبوا نعملوا مشاريع ونحبوا في ساعه نعملوا شيء ده، ولكن اخويا وفروا لنا شروط. فعاش خويا